مساء الخير عادل، اهلا بالجمهور المغربي في برنامج المونديال هذا المساء هنا في مركز الابداع في الدوحه القطريه. مبدع مغربي سفير من سفراء الفن المغربي الفنان الكبير سعد المجرد. عشنا معه لحظات استثنائيه في الحفل الذي اقامه في الحي الثقافي قطر في العاصمه القطريه الدوحه. سعد المعلم المبدع، حفل جميل جدا يجمع كل العرب في دوحه الخير بمناسبه كاس العالم في قطر 2022. أنا فخور بتواجدي في هذه الفترة هذه اللي ربح فيها المنتخب المغربي، ومحظوظ لأنه جيت في هذه البيريود هذه، واليوم عبرت بطريقتي على الفرحة ديالي أنا واللي ميوزيسيان ديالي وفريق العمل كله، والدليل أنه لبسنا التوني ديال المغرب وبكل فخر وهزين ريوسنا للفوق أنه إحنا مغاربة. أكيد احنا مغاربة، احنا مغاربة. للوالد الفنان وللأم الفنانة، عائلة فنية دائما تساهم في تسويق المنتوج المغربي. اليوم نسوق منتوج فني على أعلى مستوى، ونسوق أيضا لإنجاز متميز للفريق الوطني اللي هز رأسنا جميعا في الدوحة وفي كل أنحاء العالم. كيف تابعت المباراة الأخيرة للفريق الوطني بأحاسيسك الجميلة وبفنك الراقي أيضا؟ والله تبعتها في أحاسيسي وأنا في الطيارة الفوق. كنت في الطيارة وفرحنا والأحاسيس كانوا الفوق في الطيارة، والحمد لله فرحنا بزاف. الكابتن هو اللي كان عنده الوحيد اللي كان عنده الاتصال مع تحت مع الأرض. فهو اللي قال لنا النتيجة وفرحنا، والطيارة كلها فرحات وهذا سو it was amazing. أكيد سعد، اليوم شفنا في الحفل صور جميلة جدا للعالم المغربي، للاعبي الفريق الوطني تربطك معهم علاقة صداقة، علاقة أخوة، يقدرونك يقدرون فنك. ما هي الرسالة التي بإمكانك أن تقدمها للاعبي الفريق الوطني؟ والوالد شفناك اليوم كتقول له سير والجمهور معك، وكاملين كنقولوا له سير في المونديال للوصول لأبعد نقطة في كأس العالم. أول حاجة كنحيي وليد الركراكي وكنحيي المنتخب الوطني فردا. الله على إنسان أخلاق وفكر وكل شيء. إحنا فخورين بهذا السيد هذا، أنه ضم كل اللاعبين، حبهم وحبوه، وهذا الحب هذا كي كنشوفوه كنحسوا به من خلال اللاعب ديالهم، من خلال كاين واحد اكزاكتومون. فالحمد لله، وكنقول ليه إلى الأمام وإحنا راكم. أكيد سعد، في ختام هذا الجلسة الجميلة جدا، هذا اللقاء الرائع مع الفنان الكبير سعد المجرد، ماذا تهدي الجمهور المغربي الذي يتابعك على برنامج المونديال هذا المساء؟ جمهور يعشق ويحب ويتابع سفير من كبار سفراء الفن المغربي سعد المجرد. الله يبارك فيك. غادي نهدي لهم واحد الأغنية اللي هي غنيتها مع الوالد شحال هذه، واحد 3 سنين، مي سبحان الله العظيم جات فوقتها عاوتاني وحيناها. تا هادي غير البداية، وقطرنا مازال في طريقه، طموحنا لا نهاية، وقطرنا مازال في طريقه. وقطارنا مازال في الطريق، وهذا العلم المغربي الذي سيزين صدر سعد المجرد الفنان الكبير الذي كنا سعداء جدا بأن نلتقيه في هذه الأمسية الجميلة جدا. دمت رائعا، دمت مميزا، كنا سعداء بهذا الحفل الباهر اليوم في منطقة قطر. المغرب كان حاضر بقوة. نتمنى كل التوفيق لك في مسارك الفني والعائلي. مبروك الزواج، الله يكمل عليك بالخير، وسعداء مرة أخرى. نعود إليك عادل.